يعني حرفيا انا مش عارف، انت لو واحد عايز تخس مستني ايه تاني؟ مستني ايه تاني يا عم؟ الحل قدامك اهو. انت يا عم مش فاهم دماغك فيها ايه؟ عايز تخس ومش عارف، يبقى تروح يا باشا الحقن المنجار. ده انا النهارده هقول لك على اهم 3 فوائد لحقن المنجار، ويا ريت تكمل معايا الفوائد للاخر، عشان تالت فايده هي اهم فايده، ودي اللي فيها الزبد بقى كلها. اول فايده، سعرها غالي مقارنة بانك لو عملت دايت واتمرنت والكلام ده كله. تاني فايدة انك برضه هتعمل دايت، يعني هي مش سحر ولا حاجة، ودي تكاليف تانية ماشي بجانب سعر الحقنة. رقم 3 ودي اهم فايدة بقى واللي انت مستنيها، ان هتساعدك انك تموت بسرعة. ايوه والله زي ما بكلمك هتساعدك انك تموت بسرعة. اهو بدل ما تخسس وزنك وتحرق دهون، هتخس من الدنيا كلها. ايوه هي دي حقن المنجارو. سيبك من اللي بيقول لك اصل تاخدها تحت اشراف طبيب، اصل تاخدها تحت اشراف مش عارف ايه. سعادتك ممرضة في بريطانيا، مش في مصر، في بريطانيا ماشي خدتها وماتت. ممرضة مش شخصية عادية، ممرضة. هل تعتقد انها ما سألتش الدكتور؟ هل تعتقد ان هما الناس دي ما عندهاش العلم الكافي؟ ده احنا بناخد كورساتنا من الناس دي وماتت. هيقول لك اصل دي حاله فرديه. خلاص حضرتك روح جرب، ولما تموت بخلي الناس بقى تقول لنا ان دي حاله فرديه. دي كمان حضرتك مفيش اي حاجه تخليك تستخدم حاجه بتشكل خطر على صحتك الا اذا كنت انت واحد مجنون، او واحد معاك فلوس كتير عايز تضيعها ومجنون برضه. ما هو مفيش اي حاجه تخليك تشتريها غير انك مجنون فعلا. والله زي ما بكلمك، انت مش بس هتخسس وزنك، انت هتخس من الدنيا كلها. روح يا باشا شوف، اتفرج يا باشا وشوف على الضحايا، الاوزمبيك والمونجارو والكلام ده كله. انتوا مش عايزين تقتنعوا. اسمع عشان اجيب لك الخلاصه. بمزاجك غصب عنك طالما عايز تخس هتعمل دايت وهتتمرن. هتقول لي مش هعمل، اصل هاخد الساحر، اصل هاخد، مش هتعمل دايت. كنت عملتها انا كنت عملتها. يعني لو في حاجه بتتاخد بتخلي الواحد يحرق دهون بالسرعه اللي انتم متخيلينها دي، والله العظيم كنت خدتها أنا. والله كنت خدتها أنا. مفيش يا حبيبي الكلام ده. وفر فلوسك، حافظ على صحتك، خاف على نفسك عشان محدش هيخاف عليك، لان كل حاجه فيها سبوبه، ليها التجار بتوعها، المافيا بتوعها، الناس عايزه فلوس بس. انت بالنسبه لهم ولا حاجه. طبعا انت مش مقتنع الا لما تتضرر. برضو جات لي واحده ويمكن ذكرتها في فيديو قبل كده، قالت لك انا عايزه اخس مش عارف كام كيلو. قالت لي رقم كبير ساعتها انا مش متذكر، فقلت لها ان مش هينفع ان رقم زي ده اكون بجازف بصحتك، لا ومش عارف ايه. المهم ايه، كبرت دماغها من الموضوع لان هي كانت شايفه ان مش هتخس الرقم اللي هي عايزه تخسه خلال شهر. راحت عملت عمليه تكميم، حصل لها مشاكل صحيه، شعرها بدا يقع، وكلمتني بعديها وجايه بقى تحاليلها بايظه وعايزاني اظبط لها تحاليلها. قلت لها ارجعي للدكتور اللي عمل لك العمليه، انا مش دكتور، هو انا مش وظيفتي اعالج لك اخطاء الغير. وكانت ندمانه ندم السنين، ويمكن نزلت الرساله بتاعتها في فيديو. فلو انت عايز تندم طول حياتك اعمل حاجه زي كده. خد بالك من نفسك وما تصعبش الموضوع، لان الموضوع سهل، ولكن انت اللي بتكون قابلت ناس ما بتتقيش الله خلتك تعيش في جو ان الموضوع صعب ومش عارف ايه وكلام. الموضوع مش صعب خالص، والله العظيم ما صعب خالص. وعايز اقول لك على حاجه. هتقول لي انا بحب الاكل، هقول لك انا بحب الاكل اكتر منك. هتقول لي انا اصل انا بحب الحلويات، هقول لك انا بعشق الحلويات. انت بتكلم واحد والله العظيم كان بياكل في الحله، مش مكسوف من حاجه زي كده. كنت باكل في الحله، ما ينفعش اكل في طبق، لان انا عشان اكل في طبق محتاج 5000 طبق، فكنت باكل في حله. والله بالنسبه للحلويات انت بتكلم واحد بيخلص صينيه بسبوسه يوميا. اه والله زي ما بكلمك يوميا. بعشق الحلويات، بعشقها، وبعشق الكربوهيدرات بجميع انواعه. انا كان بيتعمل لي صينيه بشاميل مخصوص ليا بعيدا عن البيت نفسه. فمهما كانت عقبتك هنعرف نساعدك انك تحل المشكله دي. وانا بقول لك مشكلتك انك اتعاملت مع ناس عايزه تاخد منك فلوس وبس، لكن ما اتعاملتش مع حد عنده نفس ظروفك، مر بنفس حياتك عشان يساعدك انك تتغير بجد. اللي مر بنفس ظروفك وعاش التجربه دي هيقدر انه يساعدك بجد، وخصوصا لما يكون ده مجال عمله. فاهمني؟ طبعا في ناس هتشوف الفيديو ده هتقول لك ده بيعمل كده عشان يقول لك اشترك معايا في التدريب الاونلاين. ايوه انا بقول لك اشترك معايا في التدريب الاونلاين لاني عامل باقه تدريب اونلاين شهريه خلال شهر رمضان فقط، وهنزل لك كل تفاصيل الباقه الفتره الجايه. فلو مهتم تابعني، لو مش متابعني ولو عايز تعرف تفاصيل الباقه قبل ما انزل لك كمان الفيديو، ادخل على البايو عندي هتلاقي اللينك بتاع الواتساب تحت صورتي، بعت لي رساله هبعت لك كل التفاصيل. صباحك فل، خد بالك من نفسك.